بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتنا قناة يوميات مربي. بنجدد اللقاء مع حضراتكم في فيديو جديد. النهاردة بنتكلم على تربية الحمام في السلكات. كان في سؤال كتب لي، الأفضل إن احنا نربي حمام سايب ولا نربيه في سلكات؟ طبعا دي طريقة ودي طريقة. طبعا مشاكل الحمايم السايب بتبقى مشاكل كتيرة طبعا. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبتعد عن ان احنا نربي حمام سايب. بيحصل فيه بعض المشاكل زي ما قلنا ان عدد ذكور بيبقى اكتر من عدد الاناث، او الاناث اكتر من الذكور. يعني النتايات تلاقيها اكتر من الذكورات. طبعا بتلاقي الدنيا ايه يعني متلخبطه في بعضها. ولكن تربيه السلكات ان احنا بنختار ذكر معين وانتايه معينه بمواصفات معينه انت حاببها، وتبتدي تحطهم في سلاكه في عين لوحدها، وتبتدي تحط لهم طاجن وتحط لهم مثلا المسقه بتاعتهم بتاعت الميه، والطاجن اللي هيضعوا فيه البيض او الزغاليل زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. وطبعا الامور بتبقى سهله وبسيطه يعني. وبعدين بتعتني بالجزء اعتناء يعني جميل، وكمان الاهتمام بيه بيبقى افضل بكتير قوي من الحمام السيد. هنا بنحط كميه اكل معينه مثلا. بتبتدي تبقى انت عارف الذكر من النتايه. لو في اي مشاكل بتعالجها. لو ظهر عليهم اي مرض بيبان طبعا من الزبله بتاعت الحمام او براز الحمام نفسه. فانا شايف من وجهة نظري انا ان تربية الحمام في سلكات بيبقى افضل بكتير طبعا. وكمان في طريقة جميلة تانية احنا ممكن نعملها ان شاء الله، ان احنا نجمع بين الطريقتين، بين الحمام السايب وبين السلكات. ان احنا نحط الحمام بتاعنا في سلكات وعيون زي كده داخل عشه كبيره، ونبتدي نفتح السلاكه نفسها او العين بتاعتك، ان الحمام يخرج بره يتنشر وياكل ويشرب ويرجع تاني يخش العين بتاعته وتقفل عليه. في ناس بتعمل الطريقه دي. يا رب تكون المعلومة عجبتكم. هي معلومة خفيفة ولكن إن شاء الله بإذن الله تستفادوا منها. ما تنسناش باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة، قناتنا قناة يوميات ربي. تفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد من اللي احنا بننشره في قناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.